حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وخليكم الفيديو للأخير حتى كل شيء يوصل عندكم مفهوم. حلو اشتركوا قبل لا تشاهدون الفيديو، حطوا لايك للفيدو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. ساعدني أقول لكم آخر الأخبار نوضحها لكم. رغم قرار السماح لطلاب ثالث متوسط انه اذا بثلاث يمتحنون تعامل مع المديريات، لكن الكتاب الرسمي معكم ونفت وزارة التربية الا ان لجنة التربية النيابية اعادة طلب ورست الطلب الى وزارة التربية تقلهم اصدروا الكتاب الرسمي وانطوا هذه الفرصة بالسماح لطلبة الصف الثالث والدراسي من ثلاث دروس باعدام امتحانات الدور الثاني. وهذا الشيء جاي يؤكد مرة أخرى إلى أن وزارة التربية إن شاء الله راح تصدر هذا القرار خلال الفترة القليلة المقبلة أو خلال الساعات المقبلة. فطلاب إحنا نرجع ونقول لكم اقروا ودرسوا، مو واحد يقول بعدين أنا ما أدري ما أعرف شنو. إن شاء الله القرار يكون من صالحكم وإن شاء الله يجيكم بأقرب وقت. لذلك لجنة التربية النيابية تطالب وزارة التربية بالسماح لطلبة الصف الثالث وسط الرسمي بثلاث دروس بإعدام امتحانات الدور الثاني. الشيء الثاني، لجنة التربية النيابية تطالب وزارة التربية أيضا بإعادة النظر في المكملين من الطلبة في الصفوف غير المنتهية ومنحهم فرصة أخرى للنجاح لضمان عدم ضياع سنة دراسية كاملة. هاي المرة طالبت حتى بخصوص الطلبة اللي هم من المراحل الغير منتهية. فكل التوفيق لكم يا رب وانتظرونا، احنا راح نشوف شنو اخر التحديثات، شنو رد الوزاره، شنو كذا من هذه الامور، واحنا دائما نلقيكم كل الاخبار وكل القرارات واول باول. فانطروا رايكم الفيديو، اشتركوا في القناه، انتظرونا نشر كل الاخبار والقرارات ان شاء الله اول باول لكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك.